هلو النهاردة هنكمل فرش رمضان ومتأخرين بس أحسن من بلاش. المهم النهاردة هنعمل مفرش علشان الترابيزة ومفرش كمان علشان نحطه على كرسي. أول حاجة هبدأ بالمفرش، ودي باقي القماشة اللي كانت معايا من الخدادية، لو ما شفتوش لازم تروحوا تشوفوه. المهم هبدأ ان اخلي الطرف بتاع المفرش بتاعي يكون مثلث. انا مش عايزاه مستطيل بيزك زي اللي بنعمله في كل مرة، لا هخليه مثلث. هتني زي ما انتوا شايفين القماشة على 2، بعدين اعمل مثلث كده في الطرف، وبعدين اظبطه بس زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنقص. سهل جدا وبسيط، ويعني مش هياخد منكم وقت. الفيديو كله 12 دقيقة، يعني مش متخيلين سهل ازاي. المهم هقص كده الحتة دي، وبكده هيكون خلاص خلص الجزء الصعب اللي في المفرش، يعني او الحتة اللي الناس بتدور عليها ازاي تعملها وكده، بقى ازاي مثلث وازاي مش عارف ايه والجو ده. المهم في فكرة جديدة كده ولذوذة هنعملها مع بعض. كده خلصت. بصوا طلع معايا مثلث، وانا عملت الناحية التانية زيها. بعد كده هجيب عندي قماش ابيض عادي، قماش التنكيت بقى، قماش اي حاجة يعني انتي هتلاقيه عند عند الراجل بتاع القماش، يعني هو رخيص مش غالي. المهم ده اللي هنبطن بيه. هنبطن ليه؟ طيب اولا القماش ده خفيف جدا، قماش الخيامية ده والقماش اللي بنعمل بيه حاجات رمضان ومش عارف ايه والجو ده خفيف جدا وبينسل حلو. وعلشان اتفادى، انا واحدة ما عنديش مكنة سرفلة، اتفادى السرفلة دي ازاي؟ بالبطانة بلس، يعني بجد بيديله شكل قيم اكتر من ان هو يكون عادي كده وخفيف. وفاهمين الفكرة؟ بيديله شكل ان هو اغلى وان متعوب عليه، وفي نفس الوقت انا بتفادى بيه مشكلة اللي هي مشكلة السرفلة، ومشكلة ان هو بجد القماش ده خفيف جدا. المهم بدأت احطه، اخدت الجزء اللي انا قصيته حطيته على القماش الابيض السادة عادي جدا، وهقص كأني بشف القماشة او بشف القصة بتاعتي. الواحد فضل اول كام يوم في رمضان يقول بعد الفطار هعمل وهعمل وهعمل. طبعا مبنعملش اي حاجة، بنفطر وننتخ لحد ما نغسل شوية المواعين وناكل شوية قطايف ومش عارف ايه، خلاص يعني اليوم بيكون خلص. بس ان انا اعمل حاجة احسن من ان انا معملش خالص، يعني حاسة في الاول برضو يعني خامس يوم رمضان رابع يوم رمضان ما تأخرناش قوي، فاهمين؟ اللي هو اهو بحاول نلحق اي حاجة كده في الشهر. المهم بقص كده بشف بالظبط عليه، مش هسيب سنتي خياطة ولا هسيب سنتي اي حاجة، لا القماشة بالظبط على نفس الرسمة. اهو كده واحدة واحدة. وعايزة اخد رأيكم في حاجة، هل بتحبوا فكرة ان احنا نجيب المكنة واحنا بنخيط تحت المكنة يعني والجو ده، ولا اوريكم الفكرة الاساسية وانتوا خلاص بقى عارفين الخياطة، او لو هتنزلوها الترزي والكلام ده؟ يعني لو حد متابع معانا كده يقولي، يعني استطلاع رأي سريع، انتوا بتحبوا ايه اكتر؟ تشوفوا الحاجة بتتعمل تحت المكنة، ولا
لا عادي خلاص، انتي قصتي ودينا الفكرة واتكلي على الله. بحاول اخد بقى بالظبط، وطافية المروحة وطافية كل حاجة بجد عشان القماش ما يطرش ودبابيس بقى وحوارات، بجد قماش خفيف جدا. بس بس الصراحة الشغل بتاع رمضان ده لذيذ، ان انتي بتعملي حاجة ورمضان ومش عارف ايه وكده، جميل يعني. المهم في كمان حاجة هنعملها في المفرش ده والمفرش بتاع الكنب برضو، ان احنا هنحط زي شراشيب كده في الطرف من تحت. الشراشيب دي ان شاء الله ان شاء الله يعني هنزل لكم فيديو ازاي بتتعمل لو مش عايزين تدوروا يعني، وهحط يعني لينك الفيديو تحت في الوصف. لو انتوا عارفين اوكي، إيه لو هتعملوا سيرش وتشوفوا عند حد تاني اوكي برضو. بس انا كده كده صورته عشان هعمله في حاجة تانية، واستنوا عشان في حاجة جاية يعني حلوة. ف استنوا الفيديوهين بقى، يعني فيديو الشراشيب اللي هنعملها والحاجات التانية. صحيح انا قصيت المربع، مربع عادي جدا، بس للاسف يعني معرفش الموبايل بيعمل معايا كده ليه والله يا جماعة، بس الموبايل ما جابوش. فهي مربع عادي، انتي بتشوفي المقاس اللي انتي عاوزاه وتعملي بقى يعني 40 سنتي في 40 سنتي، 30 في 30، 20 في 20، على حسب على حسب المقاس اللي انتي عاوزاه. لو عندك بقى يعني حاجة انتي كنتي بتحطيها على الكنب، او مفرش انتي بتحطيه على الكنب، او المفارش المربعة اللي بتتحط مثلا على الرف او حاجة، وانتي عارفة ان ده مقاسها كويس، قيسي عليها من غير ما تقيسي بقى 20 و40 والجو ده. المهم عملت نفس اللي عملته مع المفرش، وبرضو اخدت ليه بطانة زي ما انتوا شايفين كده وشفيته، مفيهاش اي حاجة. وهنحط له برضو شراشيب. بصوا انا هشرح، هحط الشراشيب ازاي هنا على المفرش الصغير، وعملت نفس الفكرة آه، في المفرش بتاع الترابيزة يعني. يا رب تكونوا فاهمين، بس ولو في حاجة مش باينة قولولي نوضحها ونعملها تاني تالت. بس هو مفيش حاجة يعني، هو بسيط وبجد بيدي شكل خطير. هتشوفوا الصور في اخر الفيديو. حلو كده. المهم انا بعمل ايه، بجيب القماشة الملونة بتاعتي وبخليها على الوش، تمام، وبحط الشراشيب بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبخيطها، بخيطها بإبرة وخيط عادي جدا. وبعدين احط عليها القماشة البيضة برضو وش في الوش، واروح مخيطها واسيب حتة صغيرة عشان نيجي نقلبها. نفس الفكرة في المفرش بتاعي، بس المفرش هخلي الشراشيب يعني واحدة عند البوزة من تحت. انا بحاول اوريكم بس برضو معرفش ليه الكاميرا ما جابتش الحتة دي، مش باينة، بس نفس الفكرة، نفس الفكرة بتاعت المفرش الصغير بتاع الكرسي. وبعدين هنخيطهم ونقلبهم مع بعض وخلاص احنا كده خلصنا. انا عملت 6 في المفرش، 3 من اليمين و3 من الشمال. اهو كده عندي المفرش الصغير خلص. نقلبه مع بعض. انا كنت سايبة حتة صغيرة في الخياطة علشان اعرف اقلبه.
وزي ما قلتلكوا لو انتوا بتحبوا تشوفوا الحاجة بتتغير تحت المكنة قولولي. بصوا بقى يا جماعة بجد بقى، يعني ما شاء الله شكله خطير، شكله خطير بجد، ولما بيتفرش شكله خطير. بصوا خليني اطلع بس الحرف كويس. بصوا بقى طلع معايا ازاي، مش هيبان دلوقتي، هيبان لما افرشه. بس هعمل خياطة عشان اثبت، بس خياطة كده على الحرف زي ما عملنا في الخداديات، ولازم تروحوا تشوفوا الفيديو. عملت نفس الحاجة في المفرش. هنقلبه مع بعض اهو، ده بعد ما خيطناه. هنقلبه برضو، هندوس عليه دوسة صغنونة كده خالص على الطرف وهو معدول، سواء المفرش ده او المفرش التاني وهو معدول بروح دايسة عليه، بيدي شكل خطير بجد. يعني الموضوع بيفرق بجد، ال الخياطة دي بتغير بجد في الشكل. المهم احنا تقريبا كده خلصنا، وهسيبكوا يعني اهو هروح اخيطهم بقى واسيبكوا تشوفوا كام صورة وانا فرشاهم. وشكلهم حلو قوي. لو في اي سؤال او اي حاجة عايزين تسألوا عنها او اي فكرة عاوزين نعملها اقترحوا، واحنا واحنا ننفذ او نعمل او نغير في افكار تانية ونعمل افكار جديدة. ويا رب يعجبكم.